حبايبي ادوني طلاب تالتة ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ سمي الله وصلى على النبي. وتعالى نبدأ الحصة التانية من حل واجب التفاضل. النهارده هنتكلم في حل واجب الضمني والبارامتري، الاتنين مجمعين في حصة واحدة. هنحل مستر أسئلة المقال الضمني والبارامتري وأسئلة الاختيارات الميكس ما بينهم هما الاتنين والأسئلة المختلفة. سمي الله وتعالى نبدأ. نسيت اقول لك اعذرنا حبيب قلبي على اي تأخير متأخرين عليك في تنزيل الفيديوهات، ولكن كان غصب عننا لظروف صحية. أتمنى دعواتك لنا بالشفاء العاجل بإذن الله، ونتمنى لك كل الخير. للمرة التانية أسفين جدا 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 على أي وقت تأخرنا عليك، ولكن ربنا العالم كنا بنعمل اللي نقدر عليه، وإحنا متأخرين عليك في فيديوهات حل الواجب، سواء الرد على الواتساب، الأسئلة، القعدة في السنتر مع الطلاب قبل الحصة أو بعد الحصة. أنا شخصيا بقعد، مش حد من المساعدين طبعا لهم كل التقدير والاحترام، كلهم بيقعدوا، ولكن توفيرا لفرصة أكبر عشان ما نتأخرش عليك في الفيديو. كمان في الإجابة على الأسئلة كنت بقعد بنفسي قبل الحصة وبعد الحصة، وأنتم شاهدين على ذلك. أتمنى نكون وفينا كل الأجزاء لكل الناس. تعال نبص كده يا مستر مع بعض على أول سؤال في الاشتقاق الضمني. بيقول لك السؤال هنا كان مقالي، لسه بندربك وبنعودك، بنقول لك هات د ص على د س لكل من الدوال الآتية، وبتبتدي سيادتك تحل. طيب اتفقنا يا مستر ان هي مسألة اشتقاق ضمني بنحلها في 4 خطوات. الخطوة الأولى ان انا بشتق، الخطوة الثانية ان انا بجيب د ص على د س في طرف لوحده، الخطوة الثالثة باخد د ص على د س عامل مشترك، والخطوة الرابعة المضروب بيروح مقسوم. تعال نسمي الله. بقى 4 س أس 3 يا مستر، زائد هنا 4 في 3، هتقول لي يبقى على طول 12 ص أس 3 في د ص على د س، لأن لما بشتق ص بالنسبة ل س لازم أضرب في د ص على د س، كل ده بيساوي الصفر. وادي الكلام ده الناحية التانية بعكس الإشارة. ال4 س هتروح بسالب 4 س تكعيب، والمضروب ده هيروح مقسوم، فبقى 12 ص تكعيب. طبعا انت ممكن تعملها في خطوتين، لكن انا نجزتها في خطوة واحدة. يعني كان ممكن تقول ان د ص على د س معلش يا مستر، هتقول ان 12 ص تكعيب د ص على د س، كل ده بيساوي سالب 4 س تكعيب. بعد كده المضروب توديه مقسوم فتطلع معجني، ولكن احنا هننجز خطوات يعني. تعالى هنا يا مستر، س تكعيب هتبقى 3 س تربيع، ص تربيع 2 ص د ص على د س ناقص 7 زائد 5 د ص على د س، كل ده بيساوي صفر. احنا كده اشتقينا. تعالى الخطوة اللي بعدها نجيب اللي فيه د ص على د س في طرف واحد، يعني ده ينزل زي ما هو في نفس الطرف اهو، والباقي يروح الناحية التانية بعكس الإشارة. 3 س تربيع تروح بالسالب، السالب 7 تروح بموجب 7. بعد كده تاخد د ص على د س عامل مشترك، وده اللي احنا متعودين عليه، هما نفس ال4 خطوات ما بنغيرهمش. وبعد كده المضروب يروح مقسوم، فأصبح د ص على د س اللي هي سالب 3 س تربيع زائد 7 على 2 ص زائد 5. طيب تعالى نكمل يا مستر، وبنحل مع بعض ومكملين في نفس الطريقة. في الاشتقاق الضمني هقول 3 س تربيع 3 ص تربيع في د ص على د س، لأني بشتق ص بالنسبة ل س، ناقص 2 زائد 6 ص د ص على د س، كل ده بيساوي الصفر، لأني مشتقة ال8 صفر. أخلي اللي فيه د ص على د س في نفس الطرف، وأودي الباقي الناحية التانية بعكس الإشارة. السالب 2 تروح بموجب 2، 3 س تربيع تروح بسالب 3 س تربيع، واخد د ص على د س عامل مشترك، اللي هي هيبقى لي منها ال3 ص تربيع زائد 6 ص و2 3 س تربيع اهي زي ما هي. المفروض بعد كده المضروب يروح مقسوم، بس انا بعمل الاتنين في خطوة واحدة عشان ننجز بس. فمستر المفروض ده الاول يبقى هنا لما خدت عامل مشترك، والخطوة اللي بعدها المضروب يروح مقسوم. طب تعالى هنا 2 س زي ما هي، هنا 18 ص في د ص على د س بيساوي، دي ضرب دالتين يا مستر، 6 س في الصاد، اثبت الاولى اللي هي س في مشتقة الصاد اللي هي د ص على د س، زائد اثبت التانية اللي هي ص في مشتقة ال6 س اللي هي س، مشتقة ال4 خلاص صفر. هودي دي الناحية التانية بعكس الإشارة، واجيب دي الناحية التانية بعكس الإشارة عشان نجيب الد ص على د س في طرف لوحده، فيصبح 18 د ص على د س ناقص 6 س د ص على د س بيساوي 6 ص ناقص 2 س. طيب بعد كده اخد د ص على د س عامل مشترك، هيبقى لي 18 ص ناقص 6 س بيساوي 6 ص ناقص 2 س، وبعد كده المضروب يروح مقسوم طبعا، بقى 6 ص ناقص 2 س على 18 ص ناقص 6 س، وانا كده خلصت.
اللي بعدها مستر بنفس الطريقة. خلاص بقى الدنيا مظبوطة وهكذا. طيب تعالى مستر نروح لشوية أسئلة فيها شغل شوية، ألا وهي الجذور. تعالى هنا جذر س يا مستر يبقى 1/2 جذر س وده اشتقاقه، جذر ص بالمثل، ولكن ما تنساش ان انا هضربه في د ص على د س لان ده صاد. طبعا الاتنين طارت الاتنين لان ممكن اضرب المعادلة كلها في 2، فاصبح معايا 1 على جذر س زائد 1 على جذر ص في د ص على د س بيساوي 0. انا عملت خطوة تظبيط قبل الخطوات الاساسية بتاعتي، فمن هنا هودي 1 على جذر س الناحية التانية بعكس الاشارة، فبقى 1 على جذر ص في د ص على د س بيساوي -1 على جذر س، وبعد كده المضروب يروح مقسوم، فبقت المشتقة بتساوي -1 على جذر س على 1 على جذر ص، فمقام المقام بيطلع بسط، فبقى اسمه -جذر ص على جذر س، وهي دي المشتقة. خلصت. طب هنا مستر مشتقة الصاد للصاد على د س، مشتقة الجذر مشتقة مداخل الجذر على 2 نفس الجذر. طب اشتق بقى اللي جوه الجذر دي ضرب دالتين، هثبت الاولى في مشتقة التانية اللي هي د ص على د س، زائد اثبت التانية في مشتقة الاولى اللي هي 1 مشتقة 2 س تربيع 4 س. طب يا مستر ما انا من هنا محتاج اعمل حاجة اسمها فصل متغيرات، اجيب ده على المقام لوحده والصاد على المقام لوحده، فاصبح معايا د ص على د س زائد بص س بجزء البسط على المقام 2 جذر س ص، كل ده في د ص على د س، زائد امسك الصاد اقسمها على نفس المقام، كل ده بيساوي 4 س. طب يا مستر ما انا ممكن اودي ده الناحية التانية بعكس الاشارة، اقول لك تمام صح، واخد د ص على د س كمان من هنا عامل مشترك، فهيساوي 4 س ناقص ص على 2 جذر س ص، ومن هنا نقول ان المضروب بيروح مقسوم يا مستر، فبقى د ص على د س بيساوي 4 س ناقص ص على 2 جذر س ص على 1 زائد س على 2 جذر س ص، وكده انا خلصت. طب يا مستر نفس اللعبة احنا ممكن نلعبها في الجا والجتا يا معلم، ما هتشتق الجا جتا نفس الزاوية في مشتقة الزاوية اللي هي 3، اشتق الظا ق تربيع نفس الزاوية في مشتقة الزاوية اللي هي 2 في د ص على د س. طب لو عايز اجيب د ص على د س في طرف لوحدها المضروب يروح مقسوم، فبقى 2 جتا 3 س على 2 ق تربيع 2 ص، والاتنين ضيعت الاتنين فخلاص. طيب قيس على ذلك كله، قيس على ذلك كله يا مستر. طيب يبقى احنا خلصنا من الضمني برضو بتاع الدوال المثلثية. طب تعالى هنا يا مستر بيقول لك انا عايز ميل المماس، واتفقنا ان ميل المماس اللي هو المشتقة الأولى، ولكن بيجي يقول لك عند نقطة، فأنا هعمل إيه؟ تعالى مستر نمسك واحدة أحلهم لك. خلينا نفترض الأولى الس تربيع اشتقاها 2 س، دي ضرب دالتين، أروح أثبت الأولى في مشتقة التانية، زائد أثبت التانية بقى في مشتقة الأولى. لما تيجي تشتق -3 س هتكتشف إن اشتقاقها -3، زائد مشتقة ص تربيع 2 ص د ص على د س. أعمل إيه يا مستر؟ هات اللي فيه د ص على د س في طرف لوحده زي ما احنا متعودين، فبقى -3 س في د ص على د س زائد 2 ص د ص على د س بيساوي، ودي الباقي الناحية التانية بعكس الإشارة، -3 ص هتروح بموجب 3 ص، 2 س هتروح ب-2 س، روح هاتلي بقى د ص على د س المضروب يروح مقسوم، 3 ص ناقص 2 س زي ما هي، ودول لما اخد انا د ص على د س عامل مشترك اللي هي الخطوة اللي انا بختصرها اهي اللي هي -3 س زائد 2 ص، هنا 3 ص ناقص 2 س، فالمضروب ده هيروح مقسوم اللي هو -3 س زائد 2 ص، نفس الاربع خطوات، بس هشيل كل س واحط قيمتها واشيل كل ص واحط قيمتها، فيبقى 3 في -1 ناقص 2 في 2 على -3 في 2 زائد 2 في -1، فطلع معاه مستر -7. ادي هنا كده 6 في 6 ناقص 2 هنا 4 طلع -7 على 4. زي الفل زي الفل يا مستر، وهكذا. طيب تعالى نخش يا مستر نخش على الاشتقاق البارامتري. اتفقنا يا مستر ان في الاشتقاق البارامتري بروح اشتق الس بالنسبه لنون لوحدها والصاد بالنسبه لنون لوحدها واشوف هو عايز ايه. والله يا مستر هو عايز د ص على د س، فهقسم اللي فيها ص على اللي فيها س، فيصبح د ص على د س معايا 32 نون على 5.
قالك شيل كل نون وحط 5، بقى 32 في 5 على 5 فبتساوي دي مع دي طبعا هتساوي ال 32. طيب تعالى هنا يا مستر، عايز برضو د ص على د ن، فاقول د س على د ن، انا اسف د ص على د س، انزل القص قدام النون فبقى 2 الف نون، هنا بقى 6 في 2 اللي هي 12 في الف نون اس 5. بيقول لك عايز د ص على د س، اقسم لي الاتنين على بعض، هقول دي على دي فتبقى بتساوي 12 الف نون اس 5 على 2 الف نون، الالف مع الالف 12 على 2 ب6 نون اس 4. زي الفل زي الفل. طب تعالى هنا، الراجل مديك س وص وعايز يشتغل، اقول له والله يا مستر ده س على ده النون بتساوي مشتقة ما داخل الجذر على 2 نفس الجذر، وهنا مشتقة ما داخل الجذر على 2 نفس الجذر، 4 على 2 جذر 4 نون زائد 1. والراجل عايز د ص على د س، اقسم الاتنين على بعض واشيل كل نون واحط 1. طبعا هنا 4 على 2 ممكن اختصر واحط 2 فوق، فبقى 2 على جذر 4 نون زائد 1، 2 طبعا عشان بس الناس متلخبطش، وهنا 3 على 2 جذر 3 نون ناقص 2، واشيل كل نون واحط قيمتها بقى، فطلع 2 على جذر 9 3 2 جذر 1، فطلع معايا 2 على 3 على 3 على 2، هتلاقي طالع معاك يا مستر 4 على 9 وهكذا. طب تعال نحل واحدة دوائر مثلثية تبقى نفس الفكرة. د س على د س هتساوي مستر مشتقة الجا جتا نفس الزاوية في مشتقة الزاوية، هنا مشتقة الجتا سالب جا نفس الزاوية في مشتقة الزاوية، واقسم ده على ده واعوض عن السيتا كله مستر واحد. طيب تعال نخش بقى مستر على اصل الشغل. طبعا هنا مستر السؤال ده مهم جدا جدا، صيغة السؤال بيقول لك معدل تغير ده بالنسبة لده، كنت بروح مستر اسمي الاول حاجة اقول لك يبقى ص مثلا اي متغير بيساوي س زائد 3 في س ناقص 2، وعين بتساوي س ناقص 3 على س زائد 2، واروح اشتق ص بالنسبة لس واشتق عين بالنسبة لس واقسم الاول على التاني. طيب ولا فيها اي مشاكل، يبقى برضو بارامتري بس هو مستر مش مسمي، انا اللي هسمي، اقول ص بتساوي الكلام ده وعين بتساوي الكلام ده، واشتق ص بالنسبة لس وعين بالنسبة لس، يبقى ده ص على د العين. هو هنا بس مش بيسمي لك، فانت اللي بتروح تسمي. مسائل الميكس الا وهي مسائل الاختيارات، ويا مستر دي بالنسبه لي اهم حاجه، كل سؤال بفكره وكل سؤال فيه تركايه وفي شغل تقيل. سمي الله وتعالى نبدا الاختيارات. سمي الله مستر وتعالى نكمل مع بعض اسئله الاختيارات. بيقول لك ق س بتساوي مقياس س فان ق في شرطه سالب 5. اتفقنا ان انا ما بعرفش احل المقياس، فلما اجي اشتق، والله مستر عملناه مره في الدرس اللي فات لما شلنا المقياس وقلنا جذر التربيع لس تربيع. طب ده مستر انا احل بيه على طول، بحل بيه لو اتزنقت، لو كان المقياس داخل زاويه. انما مستر طول لما يكون معايا المقياس لوحده وداله لوحدها بحطها على صوره التعريف، وافتكر صوره التعريف انا كنت باخد اللي جوه المقياس مره بالموجب ومره بالسالب، واخد اللي جوه المقياس اساويه بالصفر، يطلع قيمه السين، هنا السين طلع بسهوله بصفر، يبقى اكبر منها او تساوي الصفر او اصغر من الصفر، مره كده ومره كده. طب دي القاف وانا عايز المشتقه، فاذا قاف شرطه س بتساوي اشتق السين بواحد، اشتق السين بسالب 1 لما السين اكبر بس ما تقولش يساوي، وهنا لما السين اصغر من الصفر. هو عايز ق في شرطة سالب 5، سالب 5 اصغر من الصفر اذا بسالب 1. بيقولك يا مستر اذا كانت ص بتساوي جذر ر س وكان ر شرطة 2 ب4 ور 2 ب9، عايز د ص على د س لما س ب2. اقول له ماشي، طب ما د ص على د س بتساوي مشتقة الجذر مشتقة ما داخل الجذر على 2 نفس الجذر، شيل لي كل س وحط 2 فبقى ر شرطة 2 على 2 جذر ر 2، ر شرطة 2 اللي هي 4 على 2 جذر ر 2 اللي هي 9. بالآلة مستر الكلام ده كله اضربه في الخلاط كده يطلع معاك 2 على 3. طب كلام جميل. الراجل ده مديك اشتقاق ضمني، بيقول لك انا عايز المشتقة لما الص بتساوي 1. طب مستر ما انت عارف ان انا عشان اعوض لازمني السين والصاد، انت مديني الصاد بس، اقول لك عوض في الدالة الاساسية، بقى س تكعيب في 1 تربيع اللي هي 1 فخلاص بتساوي 1، خد الجذر التكعيبي يطلع الس ب1 زي الفل. اشتق بقى عشان تجيب المشتق،
دي ضرب دالتين، اثبت الاولى في مشتقة التانية زائد اثبت التانية في مشتقة الاولى، كل ده بيساوي صفر. وادي ده الناحية التانية بعكس الاشارة، والمضروب يروح مقسوم. لما اودي ده بعكس الاشارة بقى سالب 3 س تربيع على ص تربيع، المضروب يروح مقسوم فبقى 2 س تكعيب على ص. طبعا يا مستر التربيع التكعيب هيضيع التربيع من هنا، يبقى لي س في المقام، والتربيع هيضيع ص من هنا، يبقى لي ص في البسط، فبقى سالب 3 ص على 2 س، يعني سالب 3 في 1 على 2 في 1، بالآلة طالعة سالب 3 على 2. طب زي الفل. بيقول لك ده ال5 س بتساوي س تربيع زائد س، فأنا عايز ده شرطة 2. ده ال5 س يا مستر اشتقاقها ده شرطة 5 س في المشتقة اللي هي 5 س تربيع اللي هي 2 س، ومشتقة الس اللي هي 1. بيقول لك انا عايز ده الشرطة 2، هل ينفع اشيل الس واحط 2 زي ما كنت بعمل فوق؟ لا. ليه؟ لان زمان كان بيديك دالة س بس بتساوي كذا، فبشيل الس واحط 2، لان هنا جوه القوس 2، وهنا كان جوه القوس بيبقى س، فبشيل الس واحط 2. انما في واقع الامر انا مش بشيل الس واحط 2، انا بشيل كل اللي جوه القوس واحط مكانه 2. فانا هنا هشيل كل اللي جوه القوس اللي هو ال5 س، واشيل احط مكانه 2. ده معناه ان السينية الواحدة عاملة كام؟ عاملة 2 على 5 يا مستر. طيب يبقى انا اشيل كل س واحط 2 على 5، تعالى كده. يبقى ده الشرطة 2 بتساوي 2 س زائد 1 على 5. طيب ما هي السينية الواحدة ب2 على 5، بقى 2 في 2 على 5 زائد 1 على 5. احسب يا مستر بالآلة، 4 على 5 زائد 1 اللي هي 9 على 5، طلع على 9 على 25 بالآلة طبعا، مالكش دعوة بحاجة انت. بقول لك اذا كانت دالة س بتساوي الكلام ده يا مستر، انا عايز منك ميل المماس اللي هو المشتقة الاولى، يعني ده الشرطة س، لما الس ب2 يعني هو عايز ده الشرطة 2. طيب يلا نشتق. مشتقة د س اللي هي ده الشرطة س، مشتقة التلاتة اللي هي 3، مشتقة ر شرطة ولا اي حاجة. هو عايز ده الشرطة 2، يعني شيل كل س وحط 2، بقى 3 زائد ر شرطة 2، فبقى 3 زائد دي 2 ر شرطة 2 اللي هو قايل لك بسالب 5، فبقى 3 زائد سالب 5 طلع الإجابة سالب 2. شكرا. ولا أي حاجة يا مستر، أنا ماشي واحدة واحدة والدنيا جميلة. الراجل بيقول لك خلي بالك س ص بتساوي 1، عايز المشتقة الأولى، أقول له ماشي. أثبت الأولى في مشتقة التانية زائد أثبت التانية في مشتقة الأولى، أحاول أجيب الص على الس في طرف لوحدها، فهودي الص الناحية التانية بقت بالسالب، والمضروب اللي هي الس تروح مقسوم، فالإجابة سالب ص على س. بيقول لك كل ده ينفع ما عدا واحدة. طبعا سالب ص على س تنفع. طب اعمل ايه؟ انا ممكن اشيل الصاد واعوض عنها بدلالة س، وممكن اشيل السين واعوض عنها بدلالة صاد. طيب زي الفل. لو مستر اجيب قيمة السين بدلالة الصاد منين؟ من الدالة الاساسية. هقول السين بتساوي 1 على الصاد، او الصاد بيساوي 1 على السين. تعال نجرب. لما شلت الصاد احط مكانها 1 على السين، دي اللي هي بتساوي ايه؟ المقام ده ينزل في المقام اللي تحت، بقى سالب 1 على س في س اللي هي س تربيع. اذا سالب 1 على س تربيع تنفع. طيب ممكن اشيل السين واحط قيمتها اللي هي 1 على الصاد، طب ما مقام المقام يطلع بسط، فبقى سالب ص تربيع، دي كمان موجودة، يبقى ايه الوحيدة اللي مش تبعنا؟ س أس سالب 2. طيب انا مستر الراجل مشكورا بيقولك ان الص بتساوي ع زائد 1 على ع ناقص 1، وان الس بتساوي ع ناقص 1 على ع زائد 1. لو سيادتك واخد بالك في وجه تشابه كبير بينهم، ده هو نفس الكسر ولكن مقلوب. انا عشان احل اعمل ايه؟ ايه رأيك يا مستر لما اروح اضرب الس في الصاد؟ مش هيبقى ع زائد 1 على ع ناقص 1، فع ناقص 1 على ع زائد 1 اللي هما هيشيلوا بعض، فيطلع لي ان الس في الصاد بتساوي 1. تقول لي مستر اشتق بقى. اثبت الاولى في مشتقة التانية زائد اثبت التانية في مشتقة الاولى، كل ده بيساوي 0. من هنا اجيب د ص على د س في طرف لوحدها اللي هي سالب ص على الس. طب ما هو مديني الس ب2، فاضل لي اجيب السالب ص. اجيب الصاد منين؟ احط لك عوض في الدالة الاساسية. الصاد بتساوي 1 على الس، يعني 1 على 2، فاجي هنا اقول سالب نص، بالآلة سالب نص على 2 يديك سالب 1 على 4. هنا مستر مديك الصاد بالنسبة لنون والعين بالنسبة لنون، وعايز د ص على د عين، فاقول د ص على د نون، اشتق صاد بالنسبة لنون ب6 نون، واشتق عين بالنسبة لنون ب2. اقسم يا مستر، هو عايز د ص على د العين، اقسم ده على ده، يعني 6 نون على 2 اللي هي 3 نون. كل كنا بنكتب جنبها. هنا مستر نفس اللعبة، بس بيقولك عايز معدل تغير صاد بالنسبة لعين، يعني عايز د ص على د العين، ما هو معدل تغير يعني مشتقة،
فاشتق ص بالنسبة لن زي اللي فوق بالظبط، وعين بالنسبة لن، واقسم الاتنين على بعض اهو. 6 ن تربيع على 2 ن، 6 على 2 فيها 3 دي بتساوي ن تربيع على ن بن 3 ن. شوف فين اهي. طيب خلاص بقى مستر انا زهقت. اشتق س بالنسبة لن وص بالنسبة لن واقسم الاتنين على بعض واقعد عن النون بواحد. تعالى هنا بقى نتكلم في شوية شغل. بيقول لك معدل تغير ج س تكعيب بالنسبة لجتا س تكعيب. ما انا قلت لك ان معدل تغير كذا بالنسبة لكذا، هروح اسمي الاولى اي حاجة واسمي التانية اي حاجة واشتق. يلا يا مستر هشتق ص بالنسبة لس بقى د ص على د س بتساوي مشتقة الجا جتا نفس الزاوية في مشتقة الزاوية اللي هي 3 س تربيع، واشتق العين بالنسبة لس برضو، فهتبقى مشتقة الجتا سالب جا نفس الزاوية في مشتقة الزاوية اللي هي 3 س تربيع، واقسم ده على ده. هو اللي قالك الأول على التاني، فبقى 3 س تربيع جتا س تكعيب سالب 3 س تربيع جا س تكعيب. 3 س تربيع ده 3 س تربيع، السالب اتبقالي جتا على الجا بزتا س تكعيب، بقى سالب زتا س تكعيب. الإجابة فين؟ الإجابة هنا. الراجل بيقول لك تتحرك نقطة مش عارف ايه، عايز ميل المماس لما النون بواحد. طب ما انت مديك د س على د ن ومديك د ص على د ن، ده مشتق لك، انت عايز بس تجيب د ص على د س، نقسم الاتنين على بعض. 2 ن على ن تربيع، شيل كل ن وحط واحد طلع ب2. ايه المشكلة ايه؟ هنا عايز ميل المماس لما النون ب2، خلاص اشتق ص بالنسبة لن اهو. بقالنا ساعة مستر بنحل في نفس الفكرة. واشتق س بالنسبة لن اهو، واقسم الصاد على السين بقى 2 ن زائد 2 على 2 ن ناقص 2. طلع مستر معاه بتساوي، اشيل كل س واحط 2، 2 في 2 ب4 زائد 2 ب6 اهي. طلع 6 على 2 اللي هي 3. ولا اي حاجة ولا اي حاجة. خلاص يا مستر انا زهقت الصراحة. لا هنا ده زهقنا في اللي فيها شغل. بص ده س على ده ن ب2 ن، وهنا ده ص على ده ن ب2 ن ناقص 1. الراجل بيقول لك خلي بالك يوازي محور السينات، وانت من تانية ثانوي عارف ان لما الميل يوازي محور السينات او المماس ده معناه ان الميل بيساوي صفر. يعني ايه الميل بيساوي صفر؟ يعني المشتقة الاولى بتساوي صفر، ما المشتقة هي ميل المماس واتفقنا. فتعالى بقى نجيب د ص على د س عشان نساويه بالصفر. هقسم ده على ده، 2 ن ناقص 1 على 2 ن بيساوي صفر. اعمل مقص، ده في ده بيساوي ده في ده. 2 ن ناقص 1 بيساوي صفر، ودي الواحد الناحية التانية بعكس الإشارة. بعد كده المضروب يروح مقسوم، هتلاقي النون طالعة بنص. شغل عالي. طيب انا مستر السؤال ده محترم اوي الصراحة، محترم 15 و16 اسئلة قوية. 18 طبعا 19 بيفكرك بالتركيب. تعالى مستر نلف لفة على هذه الاسئلة. احنا وقفنا عند السؤال كام؟ احنا خلصنا ده. تعالى نخش على السؤال 15. طيب الراجل ده مشكورا بيقول لك هات د ص على د س، فانا لسه ما اعرفش حاجه في المساله ففاكرها عادي. اشتق س بالنسبه لن وص بالنسبه لن وهشوف. ادي س بالنسبه لن، ما تقرفوناش بقى بالله عليكم بقى. د س على د ن بيساوي، ادي الالف مشتقة النون واحد، مشتقة بص واحد ن اشتقاقها سالب واحد على النون تربيع، بعد ما تظبطها تخليها ن أس سالب واحد وبتاع اهي، فبقى موجب واحد على ن تربيع لان سالب في سالب بموجب. وبعدين د ص على د ن، دي الالف زي ما هي مشتقة النون بواحد، مشتقة واحد على النون سالب واحد على النون تربيع. فانا لحد هنا زي الفل. انا عايز بقى اجيب د ص على د س، اقسم الاتنين على بعض اهو. بص د ص على د س بتساوي، هقسم الاتنين على بعض. هقول والله مستر الف في واحد ناقص واحد على النون تربيع على الف في واحد زائد واحد على النون تربيع. الالف ضاعت الالف، بقى لي المشهد العبسي ده اللي انا مش فاهم منه اي حاجه الصراحه. فاعمل ايه؟ تقول لي ممكن توحد مقامات. على فكره لو خليت ده مقام واحد يبقى واحد في نون تربيع بنون تربيع، وهنا نون تربيع ناقص واحد. هنا برضه توحد مقامات، واحد في نون بنون تربيع، وبقى نون تربيع زائد واحد، والنون تربيع ضاعت النون تربيع، فاجابتك طلعت نون تربيع ناقص واحد على نون تربيع زائد واحد. هذه الاجابه. فين في الاختيارات؟ مش موجوده. بس في الاختيارات ايه؟ في س على الصاد وسالب س على الصاد وصاد على السين وصاد على السين، كلهم يوحوا بان انا اقسم حاجه على بعضيها صح؟ طب ما تيجي نجرب يا اخي. تعالى كده نجرب نقسم الصاد على السين او السين على الصاد، نشوف الدنيا فيها ايه. تعالى نجرب نقسم السين على الصاد كده. اللي هي على ايه يا مستر؟ اللي هي الف
في نون ناقص واحد على نون على ألف في واحد ناقص واحد على نون تربيع. خلي بالك دي السين على الصاد، عشان لو طلعت العكس اقلبهم، او طلع بالسالب ابقى عارف احط ايه فين يعني. الالف طبعا ضاعت الالف. تعالى نوحد مقامات كده فوق. نون في واحد بنون، نون في نون بنون تربيع، واحد في واحد بواحد. وحد مقامات تحت كده، طبعا دي نون مش طبعا الصاد زائد واحد في نون بنون. هنا دي كانت نون مش واحد، معلش انا كتبت المشتقة ما كتبتش الدالة. نون في نون بنون تربيع. استنى بس عشان الناس اللي مش شايفة، طلع 15 مش فاهمين مش شايفين هيعرفونا اهو. هنا بس كان في نون تربيع ناقص واحد بتاع التوحيدة اللي فوق. هنا الصاد كان اسمها ألف في نون زائد واحد على نون. فلما تيجي توحد نون في واحد بنون، نون في نون بنون تربيع زائد واحد، فالنون ضيعت النون، فبقالي نون تربيع ناقص واحد على نون تربيع زائد واحد. دي هي دي، فدي معناها السين على ايه؟ على الصاد. اذا الاجابه بتاعتي السين على الصاد. سؤال ثعباني ولافف ورخم وتقيل. هنا مستر الدنيا صح منه كلها هي بيقول لك ما عدا، فخلاص بقى انا تعبت الصراحه. مش تعبت من الحل، تعبت من الفكره. خلاص هي عمالين نعيد. صاد بتساوي دالة س تربيع، وكانت المشتقه بتساوي الكلام ده، فعايز دال شرط 4 بتساوي ايه؟ طب ما اروح اشتق واساوي المشتقه بالكلام ده. دال صاد على دال س بتساوي د س تربيع المشتقة. بقول ده الشرطة نفس الايه؟ مداخل القوس، ومشتقة بمداخل القوس اللي هو 2 س. طب بس انا عارف ان كل المشتقة هو قايل لي بتساوي 2 س تكعيب ناقص 4 س. هو عايز ده الشرط 4، ده معناه ان نشيل كل اللي جوه القوس اللي هو س تربيع واحط مكانه 4، ده معناه ان الس ب2. طيب يبقى بالنسبة لي ده الشرط 4 بتساوي، اقصد فيه 2 في 2 اللي هي 4 بتساوي 2 في 2 تكعيب ناقص 4 في 2. طيب يبقى ده الشرطة في 4 ده الشرطة 4 في 4 بتساوي 2 تكعيب طبعا ب8، 2 في 8 ب16، 16 ناقص 4 في 2 اللي هي 8 ب8. إذا ده الشرطة 4 بتساوي المضروب يروح مقسوم 8 على 4 اللي هي 2. طبعا هنا مستر دخلنا على حاجة اسمها التركيب وما أدراك ما التركيب وحلاوة التركيب. بيقول لك انا عايز اشتق ده لتركيب ريه، وانا كنت بركب ازاي؟ ادام قال ده الاول، يبقى انا لما اجي اركب انا بجيب التركيب دلوقتي، انا ما بشتقش. هكتب يا مستر الداله زي ما هي. الاولى كان اسمها د والتانيه ر، فبكتب الدال زي ما هي، بس بشيل منها كل س واحط مكانها ر س كلها اللي هي اسمها 3 س، واشتق عادي بقى. اشتق عادي جدا. اشتق مستر مشتقة اسم، يبقى انا بجيب حاجة اسمها د تركيب ر شرطة س، مشتقة البسط اللي هي 0 في المقام اللي هي 0 فخلاص، ناقص مشتقة المقام اللي هي 3 في 2 على المقام تربيع اللي هي 3 س زائد 1 الكل تربيع. هو عايز يشتق لما س بسالب 3 فخلاص، بس في هنا تعديلها كانت بسالب 2 بس معلش، فبقى سالب 6. هنا 3 في 2 زائد 1 سالب 2 طبعا تربيع، فهتلاقي الإجابة طالعة سالب 6 على 25. هنا مستر نفس السؤال بيقول لك عايز اشتق ده لتركيب ر لما السين ب4 على 4. تقول له ماشي مفيش اي مشكله، يلا ركب بس الاول الدال في الر شوف هتطلع ايه. يلا دالة س زي ما هي، ولكن شيل السين وحط ايه؟ زتا س، فبدل ما تبقى س تربيع هتبقى زتا تربيع س، واشتق عادي جدا. انزل القص قدام القوس واطرح من قوس القوس 1 في مشتقة مداخل القوس اللي هي 2 زتا س في سالب قتا تربيع س 2 في، بس كده مستر خلاص مظبوطة. اشيل كل س واحط كام؟ بقى على 4 بقى زتا 45 في سالب قتا تربيع 45 2 في 1 في سالب 1 على جتا تربيع 45 طبعا على الآلة. احسب كل ده على الآلة شوف طالع معاك بكام. طبعا هنا مستر 1 على جذر 2 يبقى 1 على 2 طلع معاه 0، يبقى كلها طالعة ب0 يا مستر والدنيا زي الفل. طيب هي المشكلة كلها فين يا مستر؟ في المشتق. طيب بيقول لك دالة س بتساوي الكلام ده، هي س بتساوي الكلام ده زي الفل.
قال لك د شرطة اهي 3. الراجل ما طلبش تركيب ده بيقول لك د شرطة اهي 3، وانا متعود ان هنا بيبقى د شرطة رقم اخد الرقم واقعد بيه. طب يا عم ما هو قال لك اهي 3، ما انت الهي اهي اسمها هي س، شيل كل س وحط 3 يا اخي، بقى 3 تربيع اللي هي 9. يعني هو قصده عايز د شرطة 9 بس بيلفها زي الفل. تعالى اشتق بقى يا دي النيل. بقى د شرطة س بتساوي 6 س تربيع، شيل كل س وحط لي 9 بقى 6 في 9 تربيع، احسب طلع معاك بكام. تعالى هنا يا مستر، الراجل ده صايع صياعة، قال لك انا عايز د تركيب د شرطة -1. يعني مش بتركب د فريه، لا ده بيركب الدال جوه الدال. الله، اركبها ازاي دي يا عم؟ عادي، مش انا بشيل كل س واحط مكانها د ر س؟ دلوقتي هتشيل كل س، هتشيل الس دي وتحط مكانها د س كلها اللي هي اصلا 3 س تربيع ناقص 2. عادي عادي، بس هي شكلها رخم شويه. وروح اشتق. لما تروح تشتق يا مستر هتنزل القص قدام القوس وتطرح من قص القوس 1 في مشتقة مداخل القوس اللي هو يبقى 6 س. بس خلاص، مشتقة الاتنين دي 0، وتشيل كل س وتحط -1 وعادي ولا كأن حصل اي حاجة. في 6 في -1 بقى 6 في هنا 1، 3 في 1 ب3 ناقص 2 ب1، يعني 6 في 1 في 6 في -1، يعني طلع -36. طيب ايه اللي جابها؟ طلع مستر نبص مع بعض على رقم 22. السؤال ده مستر زي الفل الصراحة، بيقول لك خلي بالك اني دالة من دول اللي هي لو جمعتها على مشتقتها تديك الكلام ده، تمسك كل واحدة تشتقها وتجرب تجمع كده وتشوف الدنيا فيها ايه. تعال نجيب دي، نجيب مشتقتها بقى 3 س تربيع زائد 4 س ناقص 3. اجمع كده هيبقى س تكعيب زائد 2 س تربيع و3 س تربيع 5 س تربيع. حلو. سالب 3 س زائد 4 س اللي هي موجب 1 س ناقص 3، دي زائد 2 يبقى مش دي. طب تعال نجرب دي، هتبقى 6 س ناقص 4 وبس. 3 س تربيع لا دي فيها س تكعيب، فخلاص دي مش هتنفعني بالرايه دي. طب تعال نجرب دي، 3 س تربيع زائد 4 س وخلاص. س تكعيب موجوده، 3 س تربيع و2 س تربيع 5 س تربيع موجوده، 4 س ودي س بس يبقى دي ما تنفعنيش. تعال نجرب اخر واحده، 3 س تربيع زائد 4 س ناقص 3. يلا نحسب. س تكعيب اهي وهي 2 و3، 2 منه و3 منه، 5 س تربيع يعني 5 منه، سالب 4 زائد سالب 3 زائد 4 بموجب س اهي، موجب 5 ناقص 3 بموجب 2 اهي، يبقى هي دي يا مستر. سؤال يعني صراحة سهل جدا ولكن في شوية غلوشة كده. طيب تعالى مستر نتكلم في السؤال رقم 23. بيقول لك دالة 2 س زائد 1 بتساوي س في ه 2 س ناقص 5، وكان ه 1 بيساوي 2 وه شرطة 1 بيساوي 4. عايز د شرطة 7. قلت لك لو اتزنقت تبدأ السؤال من تحت. د شرطة 7 يعني عايز يشتق دي، هقول د شرطة 2 س زائد 1. بس كده؟ لا مش بس كده، لازم اضرب في مشتقة مداخل القوس اللي هي 2 بتساوي، يلا ثبت الاولى اللي هي س في مشتقة الثانية اللي هي ه شرطة 2 س ناقص 5 في مشتقة مداخل القوس اللي هي 2 زائد اثبت الثانيه بقى اللي هي 2 س ناقص 5 ومشتقة الس اللي هي 1 وخلاص. هل يا مستر اشيل كل س واحط 7؟ لا ده انا بشيل كل اللي جوه القوس بتاع الدال واحط مكانه 7. فبقى 2 س بيساوي، ودي دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، 7 ناقص 1 6، والمضروب يروح مقسوم الس ب3. فبقى د شرطه 7 في 2 بيساوي الس اللي هي 3 في ه شرطه 2 في 3 ب6 ناقص 5 1 زائد طبعا في 2 ما تنساش زائد ه 1. اذا يا مستر بقى د شرطه 7 في 2 بيساوي 3 في ه شرطه 1 اللي هي مدهاني بكام؟ ب4 في 2 زائد ه 1 اللي هي اصلا ب2. فبقى د شرطه 7 في 2، 3 في 4 ب12 في 2 ب24 زائد 2 26. نفسي اجيب د شرطه 7، المضروب يروح مقسوم 26 على 2 فيها 13. اذا كانت س بتساوي ظ س قتا س، فان د ص على د س بتساوي
عايز المشتقة، ماذا نحن فاعلون يا مستر؟ طيب تعال نشتق عادي الأول. س بتساوي، أولا يا مستر هشتقها ضرب دالتين. حلو الكلام. هتقول لي ليه؟ أقول لك أو يا مستر بص، في حركة صحيحة، بما إنها مستر دول ضرب، فأنا ممكن أفكر في المقلوبات. إيه رأيك لما أقول إن دي جا صاد على جتا صاد وأفك القتا واحد على جا صاد؟ تقول لي صح. طب ما جا صاد على جا صاد يبقى لي إن السين بتساوي واحد على جتا صاد. طب ما واحد على جتا صاد دي اللي هي قا صاد، فمن ان انا كنت هروح اشتق الاول زي البهيمه ضرب دالتين وانا ما بصيتش ولا لمحت ان دي قوانين المقلوبات صفحه 9 اللي انت مش عايز تحفظها، فاصبح ان السين بتساوي قا صاد، هي دي الداله اللي انا هشتغل عليها. يلا نروح نشتق. اشتق السين تديك واحد، اشتق القا صاد تديك قا صاد ظا صاد في دال صاد على دال س. من هنا عايز اجيب الدال صاد على الدال س في طرف لوحدها، المضروب يروح مقسوم، فبقى واحد على قا صاد ظا صاد، واحد على قا اللي هي واحد على قا مستر اللي هي جتا س جتا صاد، واحد على ظا اللي هي زتا صاد. حد هيروح يختار لي الاولى اللي هي قتا صاد في زتا صاد، اقول له لا. ليه؟ ده انا عايز جتا صاد في زتا صاد، مش دي قتا. طب اعمل ايه؟ اشوف القتا صاد يا مستر ناقص جتا صاد، مش يمكن لما افكها تطلع هي. ده انا نجرب. القتا اللي هي واحد على جتا صاد ناقص الجتا ما فيهاش اي حاجه يا مستر، اسيبها جتا زي ما هي، بس الجتا صاد مقامها واحد. اقول لك ماشي. تقول لي ما تيجي كده نوحد جتا في جتا بجتا صاد، واحد في واحد بواحد ناقص جتا في جتا بجتا تربيع. اقول لك جميل. تقول لي مستر ما واحد ناقص جتا تربيع اللي هي جتا تربيع صاد على جتا صاد. طب ايه رايك لما افك الجتا تربيع صاد دي لجا صاد في جا صاد على جتا صاد، فاصبحت معايا جا على الجتا اللي هي ظا في جا. هل اجابتي ظا في جا؟ لا، انا اجابتي كانت جتا في زتا. تقول لي يا دي النيله يا مستر. طب تعالى نجرب جتا صاد ناقص جا صاد. ما احنا جربنا دي ما نفعتش معانا، تعالى نجرب اختها اللي هي كانت ايه اهي، اللي هي مستر قتا صاد ناقص جا صاد اهي. سيبك من دي بقى خلاص، احنا بنجرب الاختيارات. هنعمل ايه؟ القتا اللي هي واحد على الجا ناقص جا اللي هي مقامها واحد، هتبقى جا صاد واحد في واحد بواحد ناقص جا تربيع صاد. ما واحد ناقص جا تربيع اللي هي جتا تربيع على جا صاد. جتا تربيع اللي هتبقى جتا في جتا على جا. جتا على جا اللي هي زتا صاد خلاص في جتا س. ايه ده؟ زتا صاد في جتا صاد، مش دي الإجابة؟ يبقى الإجابة جيم. الله، يبقى أنا اختصرت ورحت وحدت مقامات عشان تطلع لي الإجابة. ده سؤال ابن 60 كلب. أي نعم سؤال ابن 60 كلب، دي حقيقة حبيب قلبي، بس هعمل إيه يا مستر؟ ما أنا محتاج أحل. واوعى تنخدع تقول لي جتا صاد في زتا صاد اللي هي دي، أنا كده غلطت. طيب تعالى مستر نسمي الله ونكمل أسئلتنا. بيقول لك صاد بتساوي ظا واحد زائد صاد السين اللي هي واحد، مشتقة الظا قا تربيع نفس الزاوية. انجزم بقى في مشتقة الزاوية اللي هي دال صاد على دال س، لأن مشتقة الواحد صفر والكلام اللي انت فاهمه. إذا دال صاد على دال س بتساوي واحد على قا تربيع واحد زائد صاد. طيب مستر أنا عايز أجيب دال صاد على دال س، عايز أعوض عن واحد زائد صاد، مش معايا ده، أنا معايا س باتنين. ترجع للدالة الأساسية، اتنين بتساوي ظا واحد زائد صاد. أجيب ازاي واحد زائد صاد كزاوية بتساوي ايه؟ تقول لي هتقول شيفت تاني اتنين. اقول لك زي الفل. شيفت تاني اتنين طلع معاه مستر بحاجة اسمها 63 درجة و26 دقيقة. اروح واخد الزاوية دي معوض بيها هنا، واحد على قا تربيع 63 درجة و26 دقيقة. على الآلة بقى على طول اقول واحد على قا تربيع اللي هي واحد على اصلا كوزين الكلام ده تربيع بالآلة، طلع معايا واحد على 5. دوس اس دي تطلع معاك 2 على 10 بس. خلاص اهي.
سؤال معدل التغير ده مستر المفروض احنا نركنه لحد ما ناخد المعدلات الزمنية، ولكن تعالى نشتغلوا مع بعض. يقول لك معدل تغير حجم الكرة، اروح اسمي حجم الكرة اي حاجة، فلنفترض مثلا يا عم س اهو. س حجم الكرة بيساوي 4/3 باي نق تكعيب، واروح مسمي ص مثلا اللي هو المساحة. بيقول لك عايز معدل تغير دي بالنسبة لدي، المساحة 4 باي نق تربيع. ادام عايز معدل تغير دي بالنسبة لدي يعني اشتق دي بالنسبة لدي، بقى د س على د النق بيساوي اشتق نزل الأس قدام النق، فيبقى 4/3 اللي هي 4 باي نق تربيع طبعا. تعالى هنا يا مستر بقى د ص على د النق هتلاقيها 8 باي نق. عايزك تقسم دي على دي، يعني 4 باي نق تربيع على 8 باي نق. طبعا الباي ضيعت الباي، تربيع ضيع النق، 4 على 8 بنص، بقى لي نص نق. بيقول لك لما النق بكام؟ لما النق ب2 نص في 2 هتلاقيها بتساوي 1. سؤال عبيط يعني. طيب بص يا مستر على السؤال رقم 27. الراجل بيقول لك انا عايز معدل تغير 1 على الص بالنسبه لس تربيع. اتفقنا ان انا بسمي الاول اي حاجه، هقول مثلا الكاف بيساوي 1 على الص. طب ما الصاد معايا 1 على الص يعني اقلب الكسر اللي هو س زائد 1 تربيع واروح اشتقها، يبقى ده القاف ده الكاف على ده س اللي هي مشتقة يا مستر؟ مشتقة قوس. مشتقة انزل القوس قدام القوس واطرح من قوس القوس 1 في مشتقة ما داخل القوس اللي هو 1، واسمي التانية اي حاجة. فلنفترض عين مثلا بتساوي س تربيع، يبقى ده العين على ده س بتساوي 2 س. معدل تغير ده بالنسبة لده يعني اقسم ده على ده الاول على التاني. 2 س زائد 1 على 2 س، الاتنين ضاعت الاتنين، بقى س زائد 1 على الس. شيل كل س وحط 1 زي ما هو قال، هتطلع معاك ب2. زي الفل زي الفل. طيب السؤال رقم 28 قلناه في الشرح، والسؤال رقم 29 قلناه في الشرح، و31 في الشرح، و32 في الشرح، كلهم يا مستر موجودين في الشرح. بس تعال نحل. طيب تعال نحلهم تاني. انا اقصد بس ان كل الكلام ده الحمد لله خلاص عدينا عليه والرخم عدى. طيب سمي لا مستر وتعال ناخد مع بعض اخر 5 اسئله دول. سمي لا مستر وتعال نكمل مع بعض اخر 5 اسئله. بقول لك اذا كانت ا ب قطعه ممثل الدايره، فان د ص على د س بتساوي ايه عندما س بتساوي 4. والله يا مستر انا اصلا معيش العلاقه اللي انا هشتقها، ولكن انا مديك شكل 3 علاقات للدايره. كان واحده منهم يا مستر بتقول لك ان المماس تربيع بيساوي الجزء اللي بره في القاطع كله. معانا من اولى ثانوي. المماس تربيع اللي هو س تربيع بتساوي الجزء اللي بره اللي اسمه ص في القاطع كله اللي اسمه ص زائد س زائد 2. اصبح معايا س تربيع بتساوي ص في ص اللي هي ص تربيع، ص في س اللي هي س ص زائد 2 ص باذن الله. طيب واروح اشتق بقى مستر، دي مشتقة اشتقاق ضمني عادي. س تربيع 2 س، الص تربيع 2 ص د ص على د س زائد س ص ضرب دالتين، اثبت الاولى في مشتقة الثانيه زائد اثبت الثانيه في مشتقة الاولى، ومشتقة 2 ص 2 د ص على د س. طيب هات اللي فيه د ص على د س في طرف لوحده اهو. صح كده يا مستر؟ مظبوط. اخليهم زي ما هما. هقول 2 ص د ص على د س زائد س في د ص على د س زائد 2 د ص على د س في 2 س الناحية التانية هسيبها ايه؟ دي بالموجب، دي بالموجب اللي هي الصاد تروح الناحية التانية بقت سالب ص. حلو. يلا يا مستر اخد د ص على د س عامل مشترك، هيبقى لي 2 زائد س زائد 2، دي 2 ص الاولى زائد س زائد 2 بيساوي 2 س ناقص ص. طب ما تجيب لي د ص على د س في طرف لوحدها بقى، هتبقى 2 س ناقص ص على 2 ص زائد س زائد 2. المشكلة ايه؟ ان هو قالك لما س بتساوي 4 ما ادانيش الصاد، بس انا معايا علاقة اللي هي س تربيع بتساوي ص تربيع زائد س ص زائد 2 ص. ما هي س ب4، 4 تربيع 16 زائد ص تربيع، 4 في ص ب4 ص زائد 2 ص. اصبح معايا ان الص تربيع زي ما هي 4 منه و2 منه يديك 6 منه 6 ص، وادي 16 الناحية التانية بقت سالب 16. كل ده بيساوي 0. واحلل الص تربيع هتبقى ص وصاد، واسأل نفسي كام في كام اضربهم في بعض يديني 16، اطرحهم يديني 6، 2 في 8.
وادام الاشارة سالبة يبقى الكبير زي اللي في النص والتاني عكس. من هنا الصاد بتساوي 2 والصاد بتساوي -8، طبعا مفيش طول ضلع بالسالب، اذا الصاد بتساوي 2. دي كانت فاصلة او يعني الصاد بتساوي 2 مش 12. طيب يبقى الصاد بتساوي 2، انا هعوض هنا 2 في س اللي هي 4 ناقص الصاد اللي هي 2 على 2 في 2 زائد س اللي هي 4 زائد 2. احسب ده كله هتلاقي طلع معاك ب6/10. طيب تعالى مستر نشوف السؤال رقم 29، وده برضو في اللذيذ. ده كان منصف الزاوية مستر، وكنا بنقول اجي من رأس المنصف الاول واروح مرة ل ومرة ل، يعني أ ب على أ ج بتساوي اجي من رأس المنصف ومرة ل ومرة ل، يعني د ب على د ج. أ بقى مستر اللي هي ق س أ ج اللي هي نص صاد نص صاد، لا إله إلا الله، نص صاد بتساوي 4. وخلي بالك ادام بدأت هنا قلت أ ب لازم تبدأ د ب، أ ج د ج. لو كنت بدأت أ ج وأ ب كنت هتقول د ج على د ب، يعني لما اجي من أ اروح مرة ل ومرة ل يبقى من عند الد ابدأ برضو بالب. طبعا 4 على ق س. طيب 4 في نص يا مستر صاد هتدي 2 صاد هتساوي ق ق. تقول لي اشتق كده، لا ممكن نظبط تظبيطه كمان. ما هي ق ق ق ق اللي هي ممكن اخليها 1 على ج ج، لان الق ب1 على الجا والق ب1 على الجتا، فهي. تقول لي طب ما ممكن برضو اقول ان 2 ص بتساوي 1 على الجا في جتا اللي هي نص جا 2 س. اقول لك مظبوط. تقول لي طب ما ممكن يبقى كده 2 ص بتساوي مقام المقام يطلع بسط، فبقت 2 جا 1 على جا 2 س اللي هي قتا 2 س. اقول لك جميل، والاتنين ضاعت الاتنين، ده معناه ان الصاد كلها بعد كل اللفه دي بتساوي قتا 2 س. اشتق بقى مشتقة القتا سالب قتا نفس الزاوية زتا نفس الزاوية في مشتقة الزاوية اللي هي 2. بس كده. فين طيب تعال نشوف يا مستر رقم 31. طيب بيقول لك ص بتساوي جذر س زائد جذر س زائد جذر س زائد جذر س. اول ما اشوف جذر يا مستر مربع الطرفين بقى ص تربيع بتساوي س زائد جذر س زائد جذر س زائد جذر س، ده برضو الى ما لا نهايه. الله، طب ما جذر س زائد جذر س زائد جذر س دي اللي هي ص فبقت ص تربيع بتساوي س زائد ص تاني، فاشتق الص تربيع 2 ص د ص على د س. مشتقة السين 1 مشتقة الصاد د ص على د س. ودي دي الناحية التانية بعكس الإشارة، يصبح معاك 2 ص في د ص على د س ناقص د ص على د س بيساوي 1. خد الد ص على د س عامل مشترك بقى 2 ص ناقص 1 بيساوي 1. المضروب يروح مقسوم بقى 1 على 2 ص ناقص 1. شوف الإجابة فين اهي. آخر سؤال معانا مستر بيقولك إذا كانت ص بتساوي الكلام ده عايز د ص على د س. لا دي د س تربيع، أكنه بيقولك الدالة الأولى اسمها ص بتساوي س تربيع زائد 5 س. بالنسبة لس تربيع ده مديك دالة، فأنا ممكن أسمي الدالة اللي مديهاني التانية دي عين مثلا، واشتق ص بالنسبة لس زي ما أنا متعود، واشتق عين يعني ده اشتقاق بارامتري بس جايبها صايعة قوي. بص جايب لك الدالة فين ب2 س، واقسم ده على ده اللي هي 2 س زائد 5 على 2 س، واشيل كل س واحط 1 بقى 2 في 1 زائد 5 على 2 في 1 بتساوي 7 على الاتنين اللي هي 3.5 او 7 على 2. الحمد لله مستر خلصنا الشيت التاني، خلصنا ضمن البارامتري حل الواجب. لو سيادتك محتاج اي حاجة ما تنساش بنرد على كل الناس 24 ساعة بعد في اي وقت هنرد عليك. والى هنا والى هنا تنتهي حلقتنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.